السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نشوف النهاردة احنا عاملين مسقعة من غير اي لحوم ولا اي حاجة خالص، سهلة وبسيطة، طعمة طعامة وتفتح النفس وتمشيلك اليوم لو احنا في اخر الشهر او زهقنا من عمال الاكل مش عارفين نعمل اكل ايه. وخلي بالك الشطشطة اللي فيها كمان بتأكل قوي. تعالي نشوف بقى النهاردة احنا عملناها ازاي، وحضري بقى 20 رغيف. تعالي بقى نجيب البتنجان الصابح الجميل اهو، بتنقيه حجم يكون متوسط، مش كبير قوي مش صغير قوي، ويكون البتنجانه خفيفه معاكي كده عشان ميبقاش فيها بذر. فلفل رومي وفلفل حامي، بطاطس، كام فص توم كده مش كتير، يعني قيمه يعملوا معلقه كبيره، ملح وفلفل وكمون، مفيش ابسط من كده. حاجات كلها في البيت مش هتكلفك حاجه. تعالي بقى نقشر البتنجان مع بعض كده بطريقه كده حلوه، بحيث ان احنا ما نهدرش القشر كله، وفي نفس الوقت القشر ده فيه غذاء، فيه حديد. البتنجان طبعا غني بالحديد. انا بعمله بالطريقه اللي انت شايفاها دي كده كمان عشان البتنجان لما تيجي تسويها بعد كده ما تتهريش معاكي في الصلصه، يبقى ليها عزم كده. الحتت السودا اللي انا سايباها دي، القشره ده، هي اللي هتخليها محتفظه بشخصيتها كده، وتخليها طعمها حلو في نفس الوقت، متبقاش كلها كده لونها ابيض. وفي نفس الوقت طبعا زي ما قلت لك القشر ده فيه غذاء. انا بس كمان حاولت ان انا اشيل مثلا حاجه مش كويسه ولا حاجه في البتنجانه تتشال بالمره. تعالي بقى اقول لك تقطعيه ازاي كمان عشان ما يمصش الزيت. تعالي بقى بالطول مش بالعرض. انا هقطع النهارده كل حاجه بتاعتي مكعبات، اكمني عاملاها كده يعني تتاكل باللقمه كده على طول زي ما انت شفتي. إيه، المكعبات بتاعتي مش كبيره ومش صغيره، يبقى ليها عزم كده، ما تبقاش ان هي يعني تسيح كده في الصلصه بعد كده، لا يبقى الحته بحتتها كده. عندي اهوت هكمل البتنجانه بتاعتي كبيره، بصي ما فيهاش بذره اهي. اما تيجي تنقيها تنقيها خفيفه زي ما قلت لك، وطريه وصبحه، يكون العرف بتاعها الاخضر ده يكون لونه اخضر، ما يكونش غامق. هكمل بقيه التقطيع بقى معاكي اهوت. انا قطعت على القرمه قدامك اهي البطاطس برضو مكعبات. القرن الحامي ده ما تخافيش منه، بالعكس ده بيعمل نفس جميل، ومفيش مسقعه من غير قرن حامي. وقرن رومي يعمل لك طعم حلو. بعد كده بقى هي على النار، ولعت على الطاسه بتاعتي زيت نضيف، حبة زيت قيمة الأكلة بس عشان هو في الآخر مفيش حاجة تتحمر وراه. هحط البطاطس الأول أهي، المكعبات بتاعتي هي بطاطس قد البتنجان كده، حتى المنظر في الآخر هيبقى شكله حلو. حطيت البطاطس الأول والزيت نضيف علشان تاخد لون ذهبي جميل كده، متبقاش مغمقة مطرح البتنجان. هبتدي كده تقليبة على نار كده كويسة أهي. خلي بالك ما تغمقيهاش، يا دوبك تاخد اللون الذهبي الجميل بتاعنا دوت، ما تسيبيهاش تتحروق يعني أقصد. كل حاجتك تبقى فاتحة شوية في التحمير علشان المسقعة بتاعتك ما تبقاش بعد كده غامقة، تبقى لونها فاتح كده وحلو، وواخدة لون الصلصة الايه الأحمر الجميل ده. أنا ابتديت أشيل البطاطس بقى، بطلعها طبعا على ورق مطبخ أو مناديل مطبخ. هنا حمرت البتنجان بعدها اهي، بصفيه كويس. البتنجان ما قعدش معايا، انا حطيت عليه شويه ملح وسبته بس قيمه ما قطعت بقيه الحاجه، خر ميته بقى ايه زي الفل. كان خلاص بقى هنا بحمر اخر حاجه الفلفل، وطبعا الفلفل بيفضل يعمل انفجارات كده خلي بالك. انا حمرته، جبت بقى صينيه صغيره على النار فيها معلقه توم بعد ما هرسته، وطبعا معلقتين زيت لان احنا كل حاجه فيها زيت. حاجتي قدامك اهي مقطعاها ومحمراها وحاجه كده جميله. حطيت بقى شفشق قوطه مضروبه في الخلاط، مفيهاش حاجه خالص. التوابل بتاعتنا اللي هي معلقه كبيره ملح، معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره فلفل. الصلصة اتحمرت وبقت جميلة، هي الصلصة بقت محمرة وحلوة اتسبكت صح. هحط بقى البتنجان والحاجة اللي انا كنت قلياها. خلي بالك الصلصة مش متسبكة ناشفة، لا فيها نسبة مية شوية علشان خاطر تسوي الحاجة ويدخل الطعم في بعضه كده بقى. في المرحلة دي انا هغطيها وهوطي النار خالص واطلع اقعد بره شوية. هتلاقيها بالمنظر دوت بعد 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، لان كل حاجة مستوية اصلا. يلا بقى حضر العيش بتاعك وألف هنا وشفا. الأولاد فرحوا جدا جدا، أكلة جميلة وبسيطة، ألف هنا.